اسباب تلف ترمبه البنزين. ففي الفيديو ده هقول لك على حاجات انت بتعملها تخلي ترمبه البنزين تبوظ منك، كمان هقول لك على الاسباب الميكانيكيه والكهربائيه اللي بتبوظ ترمبه البنزين، وده عشان تبقى المعلومه سهله وبسيطه. واول حاجه هنقولها هي الحاجات اللي انت بتعملها تخلي ترمبه البنزين تبوظ منك، ودول في العموم 13 حاجه. اول حاجه فيهم انت بتعملها انك بتمشي بالعربيه كتير ولمبه البنزين منوره على طول، والحركه دي طبعا بتخلي الترمبه تسخن منك وتبوظ على طول. والحل هنا انك لازم تحافظ على البنزين دايما يكون فوق النص، عشان البنزين بيساعد على تبريد الترمبه وتعيش معاك في اطول فتره ممكن. وتاني حاجه ممكن تكون انت بتعملها انك بتحط بنزين مغشوش او بتحط بنزين جودته مش احسن حاجه، وده يخلي ترمبه البنزين تبوظ منك، عشان البنزين ساعتها يبقى مليان رواسب، وساعتها دوره البنزين هتتسد، وبكده يبقى في جهد كبير على ترمبه البنزين عشان تشتغل، وده بيساعد على تقليل العمر الافتراضي لترمبه البنزين فتبوظ منك بسرعه. فالحل هنا بقى انك لازم تحط بنزين محطات موثوق فيها عشان تحافظ على ترمبه بنزين عربيتك. وتالت حاجه بتعدي عليك ومش بتاخد بالك منها هي انك بتتاخر في تغيير فلتر البنزين، والتاخير ده طبعا بيساعد على انسداد دوره البنزين، وساعتها العربيه تبقى تقيله معاك في السحب، وده بيخلي الترمبه تشتغل باقصى حاجه عشان تحافظ على استقرار الموتور، وبكده طبعا انت بتدمر ترمبه البنزين حرفيا بنفسك. فالحل هنا انك لازم تغير فلتر البنزين في ميعاده اللي هو كل 20 او 30 الف كيلو على حسب كتالوج عربيتك، وده طبعا عشان تحافظ على الاداء وعزم الموتور، وكمان تحافظ على ترمبه البنزين. ورابع حاجه بقى انك بتفاول تانك البنزين على الزور، والحركه دي لو بتعملها كتير ده اكبر غلط على العوام، وترمبه البنزين هتبوظ منك مع الوقت، عشان البنزين الزياده ده بيفضل يضغط على حساس العوام، ومع الوقت بيعلق وبيبعت قرايه غلط، وساعتها مؤشر البنزين هيعلق منه، وساعتها طبعا مش هتقدر تحدد العربيه فيها قد ايه بنزين، وبرضه هتغير ترمبه البنزين. والحل هنا انك لازم تفاول العربيه على اول فصل عشان توفر لنفسك فلوس الترمبه. وخامس حاجه انت بتقع فيها من غير ما تاخد بالك منها هي انك بتدور العربيه وتبطلها كل شويه بعد دقيقه او دقيقتين، فكده الترمبه بتشتغل وبتفصل كتير، وده بيخلي ان الترمبه عمرها الافتراضي قصير، وده بيحصل عشان الترمبه متصممه انها تشتغل على فترات طويله، مش انك تدور وتبطل كتير في وقت قليل. والحل هنا انك لما تيجي تدور العربيه تسيبها دايره على الاقل 5 دقائق عشان الترمبه تاخد دورتها كامله وتعيش معاك اطول فتره. وسادس حاجه انك ممكن تكون بتشتري ترمبه البنزين مش اصليه او صيني او مش مطابقه لمواصفه عربيتك، وده هيخلي الترمبه تسخن منك او صوتها يعلى فتبوظ منك بسرعه. فنصيحتي ليك اول ما تيجي تغير ترمبه البنزين تشتريها من حد بتاع قطع غيار موثوق فيه، ويكون معاها طبعا ضمان، وتختار الترمبه بنفس الكود او رقم الضغط اللي هتلاقيه مكتوب في كتالوج عربي. سابع حاجه بقى انك لو بتركن العربيه لفترات طويله اكتر من 3 شهور مثلا من غير ما تدور العربيه احتمال كبير البنزين يبوظ ويكون رواسب على الفلتر الداخلي للترمبه. نصيحتي ليك هنا انك لازم حد يدور العربيه كل اسبوع على الاقل، وده كمان عشان تحافظ على البطاريه مش الترمبه بس. وتامن حاجه لازم تاخد بالك منها هي انك لو عندك مشكله في غطا التانك هيساعد على دخول الميه داخل التانك سواء عن طريق المطر او غسيل العربيه، فلو حصل تسريب للميه جوه تانك البنزين ممكن تعمل لك صدى في تانك البنزين او الترمبه تبوظ. نصيحتي ليك هنا انك لازم تتاكد ان غطا التانك سليم ومقفول كويس، وتتاكد بعد كل مره بتحط فيها بنزين ان غطا التانك مقفول. تاسع حاجه ممكن تكون بتحمل حاجات كتير في العربيه او بتركب اشخاص كتير سواء وانت مسافر او انت خارج مع اصحابك او انت مع العيله، وكمان مع الحمل الزياده ده بتشغل التكييف، وده طبعا ما ينفعش من العربيات الصغيره عشان هيأثر على ضغط البنزين وكده هيأثر على سحب الموتور، فانت كده بتخلي ترمبه البنزين تشتغل بكل طاقتها لفترات طويله فالترمبه تبوظ منك. فالحل هنا ما تحملش على العربيه خصوصا وانت مسافر. اما بقى اشهر حاجه بتخلي ترمبه البنزين تبوظ منك انك بتركن العربيه تحت الشمس لفترات طويله، فكده البنزين هيسخن جوه تانك البنزين لان البنزين بيمتد مع الحراره، والحراره هتأثر على الجيوانات الداخليه للترمبه. فنصيحتي ليك بقى انك حاول على قد ما تقدر تركن العربيه في حته ظل خصوصا في الصيف. ونيجي بقى للحاجه رقم 11 انك بتستخدم بنزين غير مطابق لمواصفه عربيتك، يعني ممكن تكون بتحط للعربيه 92 وعربيتك محتاجه 95، او العكس انك بتحط 95 وعربيه محتاجه 92. فالحل هنا انك لازم تراجع على كتالوج عربيتك تعرف العربيه محتاجه انهي نوع من البنزين، ولو مش معاك الكتالوج فممكن تراجع غطا تانك البنزين. والسبب رقم 12 انك بتستخدم اضافات للبنزين بشكل مبالغ فيه او منظفات قويه بشكل مستمر، وده طبعا بيأثر على ترمبه البنزين. فالحل هنا بقى يا صديقي لازم تكون بتستخدم الاضافات او المنظفات بالعقل مش بشكل مبالغ فيه، يعني ممكن تستخدمها كل 5000 كيلو تقريبا مش مع كل تفويله، ولازم تكون متاكد ان هي مكتوب عليها فول سيستم سيف. والسبب رقم 13 هو تاخيرك في تغيير فلتر الهواء، ده يخلي العربيه تقيله معاك في السحب، كده انت بتخلي الترمبه تشتغل باقصى حاجه عندك عشان تحافظ على توازن الهواء والبنزين. الحل في الحاله ديت انك لازم تغير فلتر الهواء في ميعاد اللي هو كل 10000 كيلو او 30000، وده على حسب الطرق اللي انت بتمشي فيها، يعني لو بتمشي في طرق كلها تراب مش زي ما بتمشي في طرق كويسه. والجزء الثاني اللي هنتكلم عنه هو الاسباب الميكانيكيه والكهربائيه، هم في العموم 7 اسباب. وقبل ما اقول لك عنها فاتمنى انك تعمل اشتراك في القناه عشان تشوف الفيديوهات اللي جايه وتعمل لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس والكل منه يستفيد. اول سبب هو الريلي او الفيوز المسؤول عن ترمبه البنزين. لو الريلي بيقطع في الكهرباء او الفيوز ضعيفه طبعا الترمبه مش هيوصل لها كهرباء بشكل مستقر، فهتشتغل وتفصل والترمبه هتتحرق مع الوقت. وفي بعض الحالات ودي حاجه نادره كده لما بتحصل انك ممكن تسمع صوت زنه الترمبه بعد ما تبطل العربيه، وده بيحصل بسبب ان الريلي معلق، وهنا لازم تفصل البطاريه فورا. ونصيحتي ليك لازم تفحص دايما الريلي والفيوز وتبدلهم بحاجه اصليه، وطبعا لازم يكون
تكون بنفس الرقم، وطبعا ما ينفعش رقم اعلى او رقم اقل، وده قبل ما تقول وتحكم ان الترومبه باظت. والسبب الثاني ان ممكن تكون الفيشه بتاعت ترومبه البنزين فيها مشكله، وساعات الترومبه بتبوظ مش بسبب البنزين، ممكن يكون بسبب ضعف في الكهرباء او الفيشه فيها كربون او سلك مقطوع، وساعتها تسمع صوت الترومبه بيقطع والعربيه تبطل فجاه. نصيحتي ليك هنا انك لازم تشيك على الفيشه وتشوف فيها مشكله ولا لا قبل ما تغير الترومبه وتصرف فلوس على الفاضي. وثالث سبب هو ضعف في الكابل الارضي. لو الكابل الارضي فيه مشكله مش هيخلي الترومبه تشتغل بشكل منتظم، عشان الترومبه بتاخد قوتها من الكابل الارضي، فلو الكابل فيه مشكله فهيخلي الترومبه تشتغل بنص قوتها فتسخن وتبوظ منك. الحل هنا انك لازم تخلي الفني يراجع عليها عشان لو فيها مشكله تعملها وتحافظ على الترومبه. ورابع سبب بقى ممكن يكون فولت الكهرباء يكون عالي. لو الدينامو بيشحن زياده عن الطبيعي وبيبقى اعلى من 14.5 امبير يبقى كده الفولت عالي على الترومبه، فكده هتسخن وتبوظ. الحل هنا انك لازم تخلي الكهربائي يشيك على فولت الشحن من الوقت للتاني بجهاز الافوميتر عشان نحافظ على ترومبه البنزين. وخامس سبب بقى ان الحساس ضغط البنزين فيه مشكله. في بعض العربيات الحديثه فيها حساس حراره في التانك، لو الحساس بيقرا غلط فكمبيوتر العربيه بيدي امر لترومبه البنزين انها تشتغل اقوى من اللازم، فده يخليها تسخن وتبوظ بسرعه. نصيحتي ليك بقى لو العربيه بتسحب زياده عن الطبيعي او بتكتم منك من غير سبب، اكشف على الحساس بالجهاز قبل ما تقول ان الترومبه بايظه. وسادس سبب بقى ان الرشاشات البنزين فيها مشكله. لو الرشاشات او البخاخات فيهم مشكله فالترومبه هتفضل تضغط بكل قوتها عشان توصل البنزين للموتور، فده يخلي قلب ترومبه البنزين يتحرق ويبوظ بسرعه. الحل هنا بقى لو العربيه بقى سحبها ضعيف هتخلي فني متخصص في الرشاشات او البخاخات يراجع عليهم قبل ما تغير الترومبه. وسابع سبب ان العدم مكتوم او حساس الاكسجين فيه مشكله. لو العدم مكتوم او حساس الاكسجين فيه مشكله فالموتور بيحتاج ضغط زياده عشان يشتغل بشكل مستقر، وده طبعا بيخلي الترومبه تشتغل باقصى طاقتها في اغلب الوقت. فنصيحتي ليك بقى ان لو حسيت ان في استهلاك بنزين زياده عن الطبيعي او العربيه بتكتم منك فلازم تشيك على حساس الاكسجين. فلو شايف ان الفيديو ده ممكن يفيد غيرك ابعته له، ما تنساش تشترك في القناه وتسيب لي رايك في الكومنتات عشان نفضل دايما سابقين المشكله بخطوه. وبس كده، سلام.